السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بعرض عليكم عملة تذكارية. تذكارية يعني هي معمولة عشان الناس تحتفظ بيها كذكرى، مش تتداول في الأسواق بيع وشراء. العملة دي زي ما انتم شايفينها الذكرى ال15 للعيد الوطني لدولة الكويت. زي ما انتم شايفين كده الشيخ الأحمد الصباح. مين اللي معاه التاني ده؟ يعني تاريخ الكويت أنا مش فاكره أوي. الناحية التانية مكتوب عليها ديناران بالعربي، 2 دينارز بالإنجليزي، 1961 ل1976، 15 سنة بالإنجليزي وبالعربي. مدخل مدينة الكويت والمركب بتاعتها والساري أو العمود بتاع البترول. دي عملة تذكارية فضة أصلي، وزنها يعدي 40 جرام، يعدي 40 جرام. فضة تذكارية سنة 1976، العيد الوطني، الذكرى ال15 العيد الوطني لدولة الكويت. دي عملة تذكارية كان البنك عاملها، وحتى كان عامل لها الجراب بتاعها ده. بنك الكويت الوطني كان عامله للعملة دي بالذات، مخصوص للعملة دي، على أساس إنها عملة تذكارية. إن شاء الله نجيب لكم عملات أخرى. طبعا مش عايز أوصيكم اللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك وشير عشان عدد المشتركين يزيد، وفي نفس الوقت نقدر نجيب معلومات أكتر وأكتر وأكتر. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.